مع مستر هشام. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الوحده ال 15 هيلث اند سيفتي. هيلث اند سيفتي من اهم طبعا الوحدات، لانها بتتكلم عن الصحه الجيده، بتتكلم عن الانسان كيف يحافظ على نفسه، كيف ياكل اكل كويس جدا، في المطبخ يعمل ايه ويحمي نفسه من الكهرباء، ويحمي نفسه كمان وهو بيعمل حاجه في المطبخ، سواء لولي الامر هي الام او بنتها. طبعا عودتكم كل مره بناخد اهم الكلمات واهم القواعد. فاهم الكلمات هيلث صحه جيده، او سيفتي معناه امان. كوكر بوتاجاز. ليد غطاء. اوفن معناه فرن. اوفن جلوفز جونديات او القفاز. فاير نار. تاول فوطه. رول اب يشمر. ماست يجب ان. ماسنت الا يجب ان. تاتش يعني يلمس. وزود بدون، وبعد وزود بياتي الفيرب زائد ING او اس. بورن يحرق. تيرن اوف يقفل الجهاز، زي يقفل البوتاجاز او يفتح الجهاز. تيرن اون يشغل الجهاز. immediately في الحال. اويل زيت. كاتش فاير نار حريقه. بور يسكب. الكتريك كهربي. جيت اون يعني يصعد، زي واحد بيركب عربيه جيت اون. طب جيت اوف ينزل من المصعد. طب دراي يعني جاف. طب ويت مبلل. تيكت اوفيس مكتب البريد او مكتب التذاكر. اوفر عرض. هيفي ثقيل. نيد يحتاج. انسكتس حشرات. ريفرز انهار. ليكس بحيرات. انهيلسي طبعا غير صحي. بالهرسيا. بويل يغلي. ميديسين دواء. بعد ما خدنا الكلمات الموجوده في المنهج بتاعنا، هناتي مع نص الاستماع. نص الاستماع خاص بالكتاب وعنوانه Stay safe. كيف تظل بصحه جيده او امن. بقول لك fires often start in kitchens. الحرائق اول ما بتبتدي في المطبخ. What can you do to stay safe؟ كيف تظل بصحة جيدة أو في أمان. Does your mother say you can cook with her؟ It's good to help in the kitchen, but it is important to be safe. You must roll up long sleeves. يجب أن تشمر الأكمام. When you are cooking وأنت بتطبخ. You mustn't touch a hot pan. ما تمسكش الحلة. In the oven without oven gloves or a towel. يبقى لازم معاك فوطة أو قفاز. If you do you will burn yourself. هتجرح نفسك، تعور نفسك. طبعا يقول لك ما تمسكش الحلة وهي إيه؟ سخنة جدا. تطبخ وأنت بتركز جدا، أو اوعى يحصل حريقة. لازم تشمر إيديك، اوعى إيديك تكون مبتلة وتلمس النار. طبعا ده أهم حاجة في نص الاستماع. جينا على أهم الكلمات برضو. تاول ليد غطاء. سليفز أكمام. كوكر بوتاجاز. اوفن جلافز. بعد ما خدنا نص الاستماع في غايه الاهميه، نيجي على حاجه مهمه جدا، الا وهي كلين ووتر فور هيلث. ازاي الميه تبقى نظيفه جدا عشان بصحه جيده. بقول لك ذا نايل اند كانالز ار فيري امبورتنت فور فارمرز. النيل والترع مفيده جدا للايه؟ للفلاحين. But many animals and insects also use our rivers. لكن بعض الحشرات والحيوانات بيستخدموا النيل. Canals and lakes البحيرات والترع. Sometimes this can make water dirty and it can become unhealthy. وده غير جيد للصحة بتاعتك ويبقى أنت غير صحي. وبيتكلم على مرض مهم جدا هو بالهارسيا. طبعا مرض خطير جدا. طبعا بيجي عن طريق اللي هو الاستحمام والمية الغير نظيفة، وبتسيب الامراض، والمطر ده خطير جدا. بعد ما انتهينا من نص الاستماع، نيجي على اهم القواعد الموجوده. قاعده اتس بيجي بعدها صفه تو انفينيتيف. اتس صفه ادجكتيف تو انفينيتيف. مثال اتس جود. طب ما جود دي صفه، جبنا بعدها مين؟ تو، بعدها هيلب.
يبقى it's good to help in the kitchen. يبقى good صفة جبنا قبلها it's وبعد كده good وتو والفعل في المصدر. طيب تو معناها ايضا بياتي بعدها صفه. لما اقول تو difficult يعني صعب جدا. تو heavy ثقيل جدا. تو بلس adjective. it's too hot to drink. سخن جدا لدرجه مش قادر اشربه. يبقى too hot to drink. too heavy to carry. يبقى تو صفه تو والفعل في المصدر. نيجي بعد كده على قاعده كان يستطيع بتعبر عن الابيليتي القدره. كان فيها مين؟ كانت. لما اقول I can speak English. I can speak a lot of languages. طيب عاوز انفيها I can't speak. مثال كان يستطيع can't. I can speak English. عكسها I can't speak German. معرفش اتكلم الماني. طب لو جبنا كان في الاول معناها هل. بجيب بعدها subject بعدها verb. كان subject verb معناها هل بجاوب عليها بيس او نو. بعد كده كلمه must. must يجب ان تعبر عن الالزام. must تيجي مع الاي والهي والشي والات والوي والزي واليو. يبقى must مع كل الضمائر سواء مفرد او جمع. نفي must مين؟ mustn't. يبقى must و mustn't. you must do your homework. يجب ان تعمل الواجب. طيب you mustn't smoke here. ما تدخنش هنا. يبقى must الزام. ده فيها مين؟ mustn't. نيجي بعد كده عاوز اطلب بادب. ممكن اقول can I والفيرب. can I help you. يبقى can I help. shall I وفيرب. طب عاوز اقول asking help اطلب مساعده. excuse me معذره. I need to plus infinitive. Can you help me plus infinitive. yes of course. طبعا هنا بجاوب عليها yes او no. لما اقول excuse me او can you help me هقول yes of course نعم بالطبع او no I am sorry. بكده يا جماعه نكون خدنا اهم حاجه في الوحده من الكلمات من قاعده كان وكانت must وmustn't. هطلب بأدب زي كان I أو shall I. هطلب مساعدة من حد أقول excuse me I need to أو can you help me ونجاوب عليه. طبعا أنا شرحت لكم بسرعة. أنتوا عارفين والله كنت تعبان جدا لكن ما بحبش أزعل الطلاب مني عشان كده بنزل فيديوهات. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وبإذن الله يتم المشاركة عليه. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.